خذيت اليوم الاول واليوم الثاني، ها تحسن الا تحسن ان شاء الله. كان حرك يديه، تحرك الرجال، كان فتح. لا ما عاد خليت احد يجلس عنده، ولا عاد خليت احد يرافق عنده. اقول لك ارخصت الدنيا واستحقرتها كلها، صغلت في عيني. بس متى صغلت؟ في الوقت اللي ما كان المفروض انها ما عاد ينفع صغرها ولا كبرها فيه. جلست اقابله، والله ولعاني ما ادري عنهم. اطلع لشقة جنب المستشفى وارجع له، اغير وارجع له، اطيح احيانا ارقد على الكراسي في المستشفى، انتظره لين ما يفوق ولا يذنون يقولون فاق. خذيت اسبوع ونص، حولوه طلعوه من الاجهزه وذي وفكوه. قالوا الرجال لا عاد لا حدر ولا سند. يوم من الايام كانهم قالوا بدا يفتح عيونه يعاين فينا، الا انه ما يتكلم. يقول وجيه تكفى يا فلان، تكفى يا فلان، لا تروح وتخليه، تكفى يا فلان قم نعوض اللي راح، تكفى يا فلان صغرت الدنيا. يقول الرجل عينه تدمع، يطالع فيني وعينه تدمع، ما يتحرك منه ساكن. الى يومك هذا قد لها تقريبا 20 سنة، ما ادري هل هو وعى بكلامي، حس به، ذهن به، سامحني في خاطره كلامي بيقوله، الا ان الرجل كان يعاين فيني تدمع عينه، تدمع عينه. تكفى يا فلان حاكني، تكفى يا اخوك كلمني، انا غلطان، انا ندمان، انا ما عاد ابي لا مال ولا بأرض ولا بحوش. يقول وتدمع عينه، وكأن الرجال يقول انا اللي ما عاد ابي شيء بس ترجع لي. يقول جلست اسبوع وانا اصبحه وامسيه، تكفى يا فلان رد علي، تكفى يا فلان رد. وكل ما جيت وحكيته يقول قامت تصب عيونه. خذيت لي اسبوع، طلعت من عنده يقولون حالته مستقر. رحت اغير في الشقه وما اغير. على رجعتي له والله الرجل ملتمعين وش العلم، قالوا توفى. وقفت الدنيا، وقفت الفرحه، وقفت الضحكه، وقفت البكيه، وقفت الشحنه، وقفت السعاده، وقف كل شيء في حياتي، وقف كل شيء في حياتي عشان شيء تافه، عشان أرض ما تسوى عندي جرتها في الأرض، عشان عزة بإثم، عشان شيطان انحضر، عشان كبرياء في غير محله. ولا وش لو انه قام وضربني وحط رجله في ظهري وفي وجهي، ما اخوي ولحظة شيطان وكبير ولا حق. ولا وش لو انه تحملني يوم طلعت مترين في أرضه، ما وش تحسب لو فعلا لو تفتح عمل الشيطان، ما خلاص ندم ما عاد هو في وقته ولا عاد هو في حزته. أدفن معهم ولا أدري وشني فيه. إلى يومك ذا الرجال يكلمني يقول أقسم بالله العلي العظيم لها الآن حول 20 سنة أو أكثر من 20 سنة عفوا، والله الذي لا إله إلا هو إني ما أدري وشني فيه، ولا أعرف طعم الفرحة ولا عيالي أنت خاصموا اشتحنت، وانضحكوا مع بعض اشتحنت، وإن شفت إخوان في مجلس اشتحنت، وإن شفت خصمة بين إخوان اشتحنت. ما عاد في الفرح عندي طعم. بغير هذا كله قبلها ما ادري من اللي بدا بالسلام، ما ادري هو قبل سلامي يوم جيت استسمحه ولا ما قبل، ما ادري هو اعمالي ترفع على الله ولا ما ترفع. فيقول انا في ندم، انا في تعب، انا في قهر، وبموت وانا في القهر. انا ما عاد اقدر اعالج شيء. صاحب القصه يقول لي يا راشد انا ما عاد اقدر اعالج شيء، راحت علي. لكن من القصه انا ليش وصلت القصه وليش تكلمت فيها وليش ارسلتها لك؟ ابغى اللي ما بعد فاته شيء لا يفوته، يتلاحق اللي باقي يقدر يتلاحقه. ترى العمر ما يستاهل زعل، ما يستاهل شحنه. ليش احنا دايم ما نعرف قدر الشخص الا اذا فقدناه؟ فالحقيقه ان القصه لها اثر في نفسي انا يا راشد، لها اثر علي. والله العظيم انه ما يعرف قدر كلام صاحب القصه الا اللي مر بمعاناه مثلها.